نهاية أحداث مباراة نادي الأهلي والزمالك النهارده الملعب. ما حدث هو نجم المباراة رقم 3 لاعب الزمالك الآن ركز بعد المباراة أرض الملعب. أول لاعب يخرج من أرض الملعب سريعا عبد الله السعيد. متفادى إمام عاشور. جماهير نادي الزمالك في المباريات بعد نهايه احداث المباراه. خليني اقول لكم التعادل النهارده هو معنوي شويه لنادي الزمالك اكثر من النادي الاهلي، خاصه انه كان متوقع ان كان كل المؤشرات بتشير ان النادي الاهلي هيكسب المباراه، هيكسبها فرق كبير جدا خاصه مع الصفقات الجديده. فاعتقد تعادل انا معاكم في صفحه خارج الصندوق بننقل ليكم ما بعد احداث مباراه نادي الاهلي والزمالك لحظه من ارض الملعب. اعتقد تعادل معنوي مهم لنادي الزمالك، خاصه يمكن النادي الاهلي كان متفوق، كان كل المؤشرات بتشير النادي الاهلي هيكسب بفرق كبير. اعتقد المباراه كانت متكافئه ما بين الطرفين، نادي الزمالك دافع في الاخر، ولكن يظل نجم المباراه محمود بنتاي صفقه مهمه لنادي الزمالك يجب الحفاظ عليها ويعني حسمها بشكل كبير جدا، مع الزياده في دلوقتي خروج عواد. يمكن اخر لاعب يخرج نادي الزمالك قدم مباراه كبيره، واعتقد انقذ فرصه هدف مؤكد من امام عاشور. كمان اشرف بن شرقي اول مباراه شارك فيها واول يمكن او ثاني لمسه وهدف في نادي الزمالك. اعتقد صفقه مهمه، هظل اقول صفقه اشرف بن شرقي صفقه ضاعت من نادي الزمالك بشكل كبير جدا، وهتبقى صفقه مؤثره للنادي الاهلي، ولاعب محترم جدا